هو ده المدرب اللي مشيت عماد النحاس عشان تجيبه؟ هو ده المدرب؟ اسباني؟ ده مين ده؟ مين المدرب ده؟ بقى بتلعب ضد فرقه عندها 37 سنه. 37 سنه بتدافع. اخر ماتش كانوا هيكسبوك لولا رجوله ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي اللي شالوا الماتش. وده ذنب علي معلول. احنا من امتى بنعمل اساطيرنا كده؟ من امتى؟ مين ده؟ مين المدرب ده؟ كوكا النهارده رقمه بتخبط على بعضها. لاعب صغير في السن ومش مركزه. لعيب ما عنده الولا بيقرب نص الملعب بيلاقي الكوره معاه بيخاف يرجع لورا. هو ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ انت لو مدرب عندك شخصيه، كرة زي بتاعت البلانتي بتاع الشوط الاول ده، زيزو اللي كان دخل شاطها مش تريزيجيه، بس انت ما عندكش شخصيه. انت جاي تاكل عيش. طب ما كنا كملنا بعماد النحاس وصبرنا لغايه ما جبنا مدرب عليه القيمه. لكن الخطيب لا. لا، انا عايز مدرب اجنبي هو اللي يمسك الاهلي في كاس العالم. اهو جه المدرب الاجنبي راح جايبه من اورلاندو بايرتس. وعلي معلول ذنبه ايه؟ السوليه ذنبهم ايه؟ الناس قالت لك مش عايز تجدد ما تجددش، بس نشارك مع الفريق في كاس العالم للانديه. علي معلول عنده كرامه فمشي. السلام عليكم.